السلام عليكم، اهلا بيكم. انا دكتور ابراهيم، والفيديو ده انا هجاوب فيه عن سؤال متكرر جدا، الا وهو انا بذاكر للسنين الاولى من الكليه او بذاكر للسنين الاخيره من الكليه، وحابب ان انا استخدم مصادر اليو اس ام ال في التحضير للكليه. تمام، ومنها اكون ضربت عصفورين بحجر واحد، يعني I hit two birds with one stone، وذاكرت للكليه وذاكرت اليو اس ام ال. هل ده حاجه كويسه؟ طبعا ده سؤال منطقي، سؤال متكرر، ومتكرر لأنه مؤخرا بدأت كتير جدا من الكليات الطبية في مصر والوطن العربي النظام بتاعي يتحول من نظام يعني السبجكت وايز. احنا مثلا ايام ما انا كنت في الكليه كنا بنذاكر او الكليه عندنا كانت سبجكت وايز، يعني اناتومي، باثولوجي، فيسيولوجي، وهكذا يعني. ولكن في الوقت الحالي كتير جدا من الكليات الطبيه ماشيه بنظام موديولز او نظام سيستم او نظام شابتر، اللي هو وليكن مثلا انا باخد الريسبيراتوري، فباخد كل حاجه ليها علاقه بالريسبيراتوري، الهيستولوجي، الباثولوجي، الفارما. ده نظام كويس باي ذا واي. يعني هما النظامين كل طبعا حاجه ليها البروس والكونز بتاعتها، ولكن زي ما انا قلت مؤخرا بقت كليات كتير بالشكل ده، يعني النظام الامريكي والنظام البريطاني. فعشان كده كتير من الطلبه، طب انا ليه ما ذاكرش من المصادر بتاعت اليو اس ام ال؟ والله هو ده سؤال زي ما انا قلت سؤال منطقي، وانا ان شاء الله هجاوب عليه يعني فيري ستريت فورورد. يعني لو انت قصدك ان انت تستخدم المحتوى ده عشان يساعدك في فهم المحتوى بتاع الكليه بتاعتك، يعني انت هتختار من اليو اس ام ال الحاجات اللي عندك في الكليه تذاكر منها، فانا طبعا هشجعك على الامر ده تماما. ليه؟ لان المحتوى اللي موجود في اليو اس ام ال ده محتوى طبي واضح، متنظم بشكل كويس جدا، و very comprehensive للحاجات اللي انت محتاجها، يعني شامل جدا للحاجات اللي انت محتاجها، فبالتالي هيغطي اللي انت محتاجه للكليه. لكن يعني هيقع على عاتقك حته اختيار الحاجات اللي انا يعني اللي انا محتاجها من اليو اس ام ال. ولكن اجابتي على السؤال ده او رايي لا ينفي دور الكليه في الموضوع خالص. يعني لا، ده انت لازم تستخدم مصادر الكليه اللي احنا بنقول دلوقتي. انا هستخدم حاجه عشان تساعدني على فهم الموضوع، يعني بدل ما انا عمال الف يمين والف شمال وابحث هنا وابحث هنا عشان اجيب المعلومه واجيب فيديو. طب انا مثلا لو قدامي محتوى كامل وليكن مثلا يو اس ام ال ستيب 1، انا بختار منه الحاجات اللي بتساعدني على فهم المواضيع في الكليه. هل اعمل كده ولا ما اعملش كده؟ طبعا اعمل كده على طول بدون اي تفكير. ليه؟ عشان سبب واحد بس، ان هو طب واحد. يعني طب في اليو اس ام ال هو نفس الطب في الكليه. لو انت اجتهدت في مذاكره اليو اس ام ال فانت مستواك بيعلى في الكليه، لو انت اجتهدت في مذاكره الكليه فانت مستواك بيعلى في اليو اس ام ال. لو انت خدت حته في النص كده ومشيت فيها، وده اللي انا بنصح بيه كل الناس، ان اي حد مثلا في سنه اولى، في سنه ثانيه، في سنه، عندنا جروبات في يعني عدد كبير جدا من الجروبس في الكورسات دلوقتي اصلا لطلاب السنين الاولى كتير. يعني يمكن كان قبل كده بيبقى الاغلبيه العظمى للطلاب السنين الاخيره والبوست جرادويت. انا عايز اقول مثلا في الاربع سنين اللي فاتوا يمكن معظم الجروبس بتبقى للاندر الاول السنين، سنه اولى وثانيه وثالثه ورابعه كليه، دول بيبقوا العدد الاكبر من الطلبه يعني. وعشان كده انا بشجعهم ان هم ينظموا ما بين مذاكره اليو اس ام ال ومذاكره الكليه، لا يطلعوا بحته في النص كده. يعني انا حتى في الكورس بعمل كده، اطلع حته في النص كده. ايه الحته اللي في النص دي؟ ان انا عامل ميكس ما بين محتوى اليو اس ام ال ومحتوى الكليه. بستخدم المحتوى بتاع اليو اس ام ال عشان افهم محتوى الكليه، وعندي جدول بتاعي بعلم فيه على الحاجات اللي انا خلصتها في اليو اس ام ال. خلاص ده خلص في اليو اس ام ال، وخلص في اليو اس ام ال عشان انا احتاجته للكليه. وليكن مثلا فور اكزامبل انا بذاكر وليكن كارديولوجي، فخلاص خدت الكارديولوجي، خدت النيورولوجي، خدت النيورولوجي من اليو اس ام ال وفهمته من اليو اس ام ال، وبقرا في مصادر الكليه. الموضوع بقى بسيط بالنسبه لي. انا هحضر محاضرات الكليه او هحضر الشابتر ده في الكليه، خلاص الموضوع بقى بسيط بالنسبه لي، لان انا اصلا سامعه قبل كده او حتى سمعته في الكليه وفي لسه حاجات واقفه عليا، فخلاص يبقى الموضوع هيبقى ايه بسيط، لان انا سمعته قبل كده وخدت معلومه عنه قبل كده. او حتى انا قريب للامتحان والمعلومات بتاعت اللي انا ذاكرتها في بدايه السنه راحت من دماغي وعايز اعمل كراش سريع كده، فقمت سامع المحتوى ده. انا مش عايز اقول لك ان هو هيبقى بنسبه 100% نفس المحتوى، ولكن يعني لحد 80 85% هيبقى
المحتوى لحد ما متقارب من بعضه، لان زي ما انا قلت هو الطب واحد، يعني الكارديولوجي في الكليه ونفس الكارديولوجي في اليو اس ام مع بعض الاختلافات. يعني ممكن تلاقي بعض الزيادات موجوده في الكليه وبعض الزيادات موجوده في اليو اس ام. زي بالظبط لما تيجي تعمل سيرش على فيديو على اليوتيوب، يعني مثلا انت عايز تفهم السيستيك فايبروزس، هو اما هتفهم السيستيك فايبروزس من على اليوتيوب مش هيديك المحتوى الكامل اللي موجود معاك في النوتس، بس هيديك يعني راف ايديا كده عن اللي بيحصل في السيستيك فايبروزس يعني. طب ايه فايده ان انا اعمل الميكس الجميل ده؟ هو طبعا الموضوع كله مفيد للغايه. اول حاجه ان انا كتير جدا من الطلبه بيبقى ده المصدر اللي قدامهم يعني المتسيستم ان هم يفهموا بيه محتوى الكليه، تمام؟ كتير جدا من الطلبه يعني. النقطه الثانيه كمان ان انا لو بفكر او فكرت او هفكر اعمل يو اس ام، فانا بالفعل اصلا مشيت في الباس واي. وكتير حتى انا من الطلاب مؤخرا بدات اشوفهم اللي هو انا اصلا سنه اولى خلصت المحتوى بتاعهم اليو اس ام، سنه ثانيه خلصت المحتوى، سنه ثالثه خلصت المحتوى بتاعهم، فهم مراجع شويه في الفيرست ايد بعد كده وهم داخل الامتحان. فكره عظيمه جدا وفكره كويسه ومش مجهده، يعني مش بتخليك اللي هو طب انا ايه هضرب لي 8 9 شهور كده ورا بعض طخ 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 اقوم مخلص محتوى اليو اس ام اللي يدخل الامتحان فيأثروا عليا في الكليه ويأثروا عليا في اليو اس ام. لا، يعني الميكس ده او يعني النقطه اللي ان بتوين ديت نقطه كويسه للغايه. والله انت عايز تجتهد كمان بقى في اليو اس ام وتمشي بسيستم، دي حاجه كويسه. يعني كتير جدا من الطلبه بشوفهم، يعني انا بحاول ان انا اديكم امثله من على ارض الواقع عشان تكون اكثر واقعيه. يعني بشوف ان هم قبل ما يبداوا الموديول بتاعهم، وليكن مثلا عندهم اجازه في نص السنه، يقوموا سامعين الموديول كله من محاضرات اليو اس ام، معسكر كده، فاهميني؟ او بعد ما خلصوا الموديول يقوموا معسكرين شويه قبل ما يبداوا مذاكره يسمعوا المحاضرات من اليو اس ام. الموضوع هيتسيستم في دماغك قوي، هتفهمه بشكل واضح للغايه، تمام؟ وزي ما قلت كتير جدا حتى من الطلبه بتستخدم المحتوى بتاعي، يعني عندي كتير جدا من الطلاب في الكورسات سواء ستيب 1 او ستيب 2، يعني اقدر اقول مثلا 40% هم بيستخدموا المحتوى بس للكليه، يعني حتى ما فيش لسه ما فيش النيه ان انا همتحن يو اس ام مثلا. بالفعل امر واقعي وامر مجرب يعني. عشان كده احنا حتى بدانا نقسم محتوى الكورس بتاعنا لليو اس ام ستيب 1 وستيب 2 على الويب سايت بشكل الموديولز، فاهمني؟ يعني احنا في الاربع 5 سنين اللي فاتوا مخلينه بشكل موديولز، حتى المحتوى اللي بينزل جديد مخليه بشكل موديولز بحيث ان احنا عارفين ان في كتير جدا بيستخدموه عشان مذاكره الكليه، فالامر يبقى ايه سهل بالنسبه لهم. عارف بقى لو انت توجت المذاكره بتاعتك دي كمان بحل شويه اسئله يو اس ام وورلد، يبقى انت كده بتبني نوليدج كويسه جدا. يعني انا دايما نصيحتي لاخواتي الطلاب بتوع السنين الاولى ان هو ابني نفسك بشكل قوي جدا، هو ده اللي هيفرق معاك بعد كده. يعني السنين الاولى في الكليه ديت سنين مهمه للغايه، وللاسف بتبقى اكتر سنين فيها تخبط، لان هي زي ما قلت هي مرحله انتقاليه ما بين اللي كان قبل كده ومرحله الجامعه. فعشان كده بقدر الامكان ابني نفسك بشكل كويس علميا، في جانب المذاكره، طبيا في جانب المعلومات، في جانب حل الاسئله، فاهمني؟ مش شرط ان انا هدخل امتحان، يعني مش شرط ان انا افتح اليو اس ام وورلد ان انا ادخل امتحان خلاص. بنك الاسئله بتاع اليو اس ام ادخل امتحان فور يور سيلف فور يور نوليدج، فاهمني؟ دي نقطه مهمه جدا اشجع الناس كلها عليها. وزي ما قلت احنا حتى عندنا في مؤسسه الكورسات بتاعتنا يو اس ام جيت عاملين اصلا جروبس خاصه للطلاب اللي بيدرسوا، فاهمني؟ يعني ده جروب سنه اولى، ده جروب سنه ثانيه، ده جروب سنه ثالثه. فبالتالي بدا الموضوع يبقى فيه مرونه كبيره جدا ما بين ان انا احضر لليو اس ام وان انا اذاكر للكليه. كمان انا بطلع محاضره لايف اسبوعيا، وبتزيد يعني لو في حاجه محتاجه تتشرح، بس اتليست في محاضره لايف في الاسبوع بحيث ان احنا نتناقش في التفاصيل الزياده، الاسئله اللي ممكن تكون اتسالت او المعلومات الزياده اللي ممكن تكون موجوده معاهم في الكليه، المعلومات الزياده اللي هم بيذاكروا فيها في اليو اس ام. يعني تبقى محاضره لطيفه خفيفه، انا بحبها صراحه لان يعني جانب الانتراكشن ده بيبقى حاجه مهمه للغايه، تمام؟
ده اجابه على السؤال ده، لان انا عارف ان الناس كتير جدا بتبقى محتاجه حد يطمنها، فانا بطمنكم. بس زي ما قلت لازم برضو يكون محتوى الكليه ماشي معاك بشكل كويس، بتذاكر منه، بتقرا منه، ومرتب افكارك عليه، وعارف يعني خليك ذاكر بشكل سمارت، الكلمه اللي انا بقولها دايما. يعني اعرف ايه اللي انت محتاجه للامتحان الجاي ده واعمله، اعرف ايه المصدر اللي هيجي منه الام سي كيو ذاكر منه. يعني احنا دايما برضو بقول يعني study for science and score 3S: science study science score. ده خلاص، يعني انت لو ذاكرت هتجمع ساينس هتجيب سكور. هي قاعده كده ايه مغلقه، يعني مثلث كده الثلاث زوايا بتاعته، الاستادي والساينس والسكور. ماشي يا دكاتره، هسيب لكم ان شاء الله في وصف الفيديو ده لينك للويب سايت بتاعنا، الكورسات اللي احنا بنقدمها، الصفحه بتاعتنا USMLE تقدروا تتواصلوا معاها وتعرفوا ايه المحتوى اللي تقدروا تستخدموه عشان يساعدكم في مذاكره الكليه. الويب سايت بتاعنا موجود عليه فيديوهات ل USMLE، كل مواد USMLE ستيب 1 البيزك نوليدج كلها، وموجود عليه برضو USMLE ستيب 2 بشكل فيري كومبريهنسيف، وبرضو النوتس موجوده مع كل المحتوى اللي موجود على الويب سايت، مش بس ان هو الفيديوهات طبعا بتقدر تستخدمها من اي حته، بتقدر تستخدمها في اي وقت، بتقدر تستخدمها، بتوقفها، بتزودها، مخلينها بشكل مرن جدا. وزي ما قلت كل الفيديوهات موجود معاها نوتس بتقدر تستخدمها كمان مع الفيديوهات. تمام، يعني ده اجابه على السؤال ده، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو القادم. لو عندكم اي اسئله سيبوها لي في كومنت او ابعتوها لي على يعني وسائل التواصل الاجتماعي، هسيبها برضو في الوصف ده، وان شاء الله نعمل لها فيديو ونتكلم عنها. السلام عليكم.